شفت السعودي ده بيشكر في شاب مصري علشان عمل معاه ايه؟ شوفوا كده. مصري يا إخوان لقى جوالي ضايع واتصل علي، وأنا عادة أي شيء ثمين عندي أضع عليه رقم صغير وألصقه عشان لا قدر الله ممكن يتصل علي أحد منه. اتصل علي قال عندك جوال ضايع؟ قلت نعم عندي جوال ضايع. فقال لي والله لقيته في المكان الفلاني في الحديقة الفلانية. اتصل علي قلت له خلاص أنا بجيك عشان الله يعطيك العافية أخذ منك. قال لا تجيني، أنا أبجيك لحد البيت، ارسل لي اللوكيشن. والله أعطيت اللوكيشن والمكان وجاني للبيت وسلم لي. شكرته كل شيء مشى. طبعا تواصلت معه بعد ذلك، قلت له كلمة واحدة، قلت له الله يعطيك العافية أعطني على الأقل حسابك، خلني أعطيك لو شيء ثمن هالهدية، ثمن تعبك، ثمن أنك لقيت الجوال، وثمن برضو أنك جبته. فش رد عليه يا إخوان؟ قال الله يسعدك ويوفقك فقط، يعني الرجل لا يريد إلا الدعاء. لذلك كان من دوري يا إخوان بما أن الرجل ابتغى ما عند الله أني أنا أدعي له وتصدق عنه، وأنا نزلت هذا المقطع لتدعون له، لأنه والله يا إخوان يستحق، لأنه أراد الله. هو ما قدم لنا ترى يا إخوان جوال أو قدم لي جوال، هو قدم لنا شيء عظيم جدا وهو الخلق. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لذا هو حصل اللي بغاه من الآخرة إن ندعي له وأنتم تدعون له، وأيضا أنا تصدقت عنه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم الكل خير. ولو تدرون وش اسمه على أكيد مسم على مسمى، وهو طاهر. الله يطهر قلوبنا. ربنا يجبر بخاطره ويكرمه وينوله حظه في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة، اللهم أمين.